قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمعية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اتخاذ قرار هام وصار في حق كل من الرجاء والوداد، وتم اختيار الرجاء والوداد رسميا للمشاركة في السوبر ليج الإفريقي المقرر الموسم المقبل وفق مجموعة من المعايير. وتم اختيار 4 فرق عربية لا غير، وهي كل من الترجي الرياضي التونسي، الأهلي المصري إلى جانب الرجاء والوداد. وقرر الفيفا بمعية الكاف برمجة لقاء خاص مع مسؤولي الرجاء والوداد في الأيام القليلة القادمة للتوقيع على عقود المشاركة في السوبر ليج. ويلتقي مسؤولو فريق الرجاء والوداد بمعية مسؤولي الجامعة بوفد إفريقي وأوروبي للنظر في كل الترتيبات التي تهم السوبر ليج. ويضم الوفد رئيس لجنة تراخيص الكاف ومستشار جياني إنفانتينو وعدد من الأوروبيين المسؤولين على شركة دوري السوبر ليج. وتشارك من إفريقيا أيضا أندية تيبي مازيمبي وساندونز وحورية كوناكري وقلوب الصنوبر الغاني. وتعد الأندية 8 سالفة الذكر الوحيدة القادرة على الاستجابة لدفتر تحملات الكاف الخاصة بالسوبر ليج. وستكون السوبر ليج أغلى منافسة في إفريقيا، إذ تفوق جوائزها ما يخص البطولة الإفريقية للأمم. وستمتد الزيارة التفتيشية للكاف قرابة 72 ساعة، وستكون حاسمة للبت بشكل رسمي في مجموعة أمور تهم هذه البطولة الكبيرة. يسابق الوداد الرياضي الزمن لتأهيل لاعبيه المصابين للمشاركة في مواجهة الهلال السعودي برسم ربع نهائي كأس العالم للأندية المقرر في المغرب خلال الفترة الممتدة بين الفاتح وال11 فبراير المقبل. ويسعى فريق الوداد الرياضي إلى تأهيل كل من السنغالي سامبو بولي جونيور والجزائري الحسين بن عيادة للمشاركة في المونديال. ويتجاوب سامبو وبن عيادة بشكل كبير مع العلاج اللذين يخضعان له، الأمر الذي يبشر بإمكانيات التحاقهما بالتدريب قبل مواجهة نادي الهلال في كأس العالم. في المقابل تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة اللاعب زهير المترجي في ظل غيابه بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام المغرب التطواني، والتي من المنتظر أن تفرض عليه غياب لمدة طويلة. وأفرزت قرعة ربع نهائي مونديال الأندية التي يحتضنه المغرب في الفترة بين الفاتح وال11 فبراير القادم عن مواجهة الوداد للهلال السعودي. وسيلاقي الوداد الرياضي نظيره الهلال السعودي يوم 4 فبراير القادم بملعب مولاي عبد الله بالرباط، على أن يواجه الفائز منهما فلامينغو البرازيلي في نصف نهائي المونديال في 7 من ذات الشهر بطنجة. من جهته يلاقي الفائز من مباراة الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في ربع النهائي نادي ساندرز الأمريكي، على أن يلاقي الفائز في النصف النهائي نادي ريال مدريد، ومن ثم النهائي. قرر النفطي تغيير حساباته في مباريات الفريق المتبقية بمرحلة ذهاب الدوري المغربي قبل مشاركته في المونديال. وفي هذا الصدد أكدت تقارير صحفية أن النفطي قرر الدفع باللاعب عماد خنوس في مباراة الفريق المقبلة أمام آسفي الأربعاء المقبل على استاد المسيرة، وذلك بعد تألقه في مباراة أكادير مؤخرا وتسجيله هدف الانتصار في أول ظهور له منذ أن تم التعاقد معه. وانهالت الإشادات على خنوس هداف المغرب التطواني للموسم المنصرم، والذي لم ينل فرصة كاملة مع المدرب السابق الحسين عموتة، إذ كان يفضل عليه جونيور بولي سامبو. ووفق ذات المصادر فسيكون خنوس في مقدمة هجوم الوداد الرياضي أمام آسفي باستغلال غياب الثنائي المترجي وسامبو وعدم تأهيل الوافد الجديد لامكيلزي بعد ضمه مؤخرا قادما من الدوري البلجيكي. فرض المهدي النفطي مدرب فريق الوداد الرياضي قاعدة أساسية بين لاعبي النادي الأحمر فيما يتعلق باختيار العناصر الأساسية لخوض المباريات. وأكد النفطي في تصريحات خاصة أنه قطع عهد على نفسه بأن لا يهتم بالأرقام أو الإحصائيات للاعبين ولا سجلهم التاريخي ولا حتى ألقابهم السابقة مع الفريق، بقدر ما سيولي اهتمام لمردودهم وتفانيهم في التدريب اليومية. وأضاف: هم
هم يعلمون هذا الأمر وقد أبلغتهم به، كلهم سواسية أمامي، والعبرة بمن سيقدم مردود قوي ومن سيتدرب بتفان وإخلاص سيحصل على الفرصة. وتابع: لا ألتفت لأرقام أي من اللاعبين ولا ما تحصلوا عليه من بطولات وباقي الأمور الأخرى، هذا هو نهجي ومذهبي بل فلسفتي في العمل، وهو عادل بحسب اعتقادي. وتابع: رغم كل شيء لا يسعني إلا أن أكون راضيا بشأن ما قدمه اللاعبين حتى الآن تحت إشرافي، رغم التراجع الأخير أمام أكادير وأردف. التمست لهم أعذار منها الإرهاق والتعب وغياب الجمهور. سنناقش كل مباراة بمعزل عن الأخرى، وسنتدبر وضعنا الحالي في صدارة الترتيب كي نحافظ على المكسب الحالي. بعد أن تعذر على المنتخب الأولمبي المشاركة في بطولة إفريقيا للمنتخبات المحلية الصان التي تحتضنها الجزر الشرقية بسبب إصرار سلطاتها الأخير على التمسك بقرار الحظر الجوي الذي فرضه على الطائرات المغربية، تسود حالة من الغموض بين الجماهير الودادية المقبلة على مواجهة فريق شباب القبائل الجزائري يوم 17 فبراير المقبل برسم دوري عصبة أبطال إفريقيا. وفي ذات السياق تساءلت الجماهير الودادية حول ما إذ كانت إدارة النادي الأحمر ستتمسك بدورها بحقها في السفر عبر رحلة جوية مباشرة، عطفا على الموقف الذي اتخذته الجامعة الملكية برئاسة القجع بخصوص المشاركة في شان الجزائر. في مقابل ذلك يرى البعض الآخر من المتابعين أن العقوبات التي ستفرضها الفيفا على الجزر الشرقية بسبب الخروقات التي ارتكبتها خلال تنظيمها الشان قد تعفي الوداد الرياضي من السفر صوب الجزائر، في إشارة إلى قوة الموقف المغربي المعزز بالحجج والأدلة التي تؤكد إصدار حكام الجزائر على الزج بمواقف سياسية وتوظيفها في تظاهرة رياضية، وهو ما يناقض وينافي جملة وتفصيلا قوانين الفيفا المعمول بها في كل دول العالم. دخل كل من الوداد الرياضي والنهضة البركانية والمغرب الفاسي والجيش الملكي على الخط لضم أحد المهاجمين المطلوبين بقوة في فترة انتقالات الصيفية. وأوضحت مصادر مطلعة أن الجيش يسعى لضم لاعب جديد من فريق شباب السوالم الرياضي بعد أن حسم بداية الأسبوع الجاري صفقة المهاجم مصطفى السهد، واشترى ما تبقى من عقده مقابل 80 مليون سنتيم. وشدد ذات المصدر أن الجيش الملكي لكرة القدم يسعى لتأمين صفقة عماد الرياحي اللاعب الواعد بفريق شباب السوالم، وقدم عرض بقيمة 140 مليون سنتيم للظفر بصفقة هذا اللاعب. ولن تكون مهمة فريق الجيش الملكي سهلة في التعاقد مع الرياحي، خاصة وأن أندية المغرب الفاسي والوداد الرياضي ثم النهضة البركانية ستسعى بدورها للتعاقد مع اللاعب المذكور. يذكر أن الرياحي البالغ من العمر 22 عام سبق واللعب للرجاء والنهضة الزمامرة ثم شباب السوالم الذي تألق معه في المباراة الأخيرة أمام شباب المحمدية في الدوري، وسجل له هدفين من أصل 3 أهداف في المواجهة التي جمعتهما لحساب الجولة 11 من الدوري.